اخوكم في الله عبد الله محمدين همام. احنا واقفين دلوقتي في اكبر قلعه صناعيه بالنسبه لمصر بحالها، شركه مصر للغزل والنسيج، وهي تعتبر اول شركه في مصر، وتعتبر في كوكبه الصناعه وكوكبه العمال بحالها تقوم بالاضرابات من يوم سنه 2006. وكانت اول اضراب علشان لقمه العيش. كانت الناس من كتر الاضطهاد من الحكومه عليها ومن كتر اذلال رئيس محمد حسني مبارك المخلوع عليها انفجرت. فطبعا الانفجار بتاع عمال شركه مصر هو وليده انفجار شباب 25 يناير اللي هي الاحداث الاخيره. فاحنا هنا ممكن نبدا من اول الاحداث. قدامنا هنا كده ملابس، مصنع الملابس. مصنع الملابس دوت بيجمع فيه اكتر من حوالي 10,000 عامله نسيج من النساء، وهم يشاركوا في كتير جدا جدا جدا، وكانوا هم الشراكه الاساسيه بالنسبه لعمال الشباب اللي هم تحت، وكانوا مسانده ليهم بطريقه غريبه. وكانوا فيهم بعض حريم من الرجاله بتوعهم، هم كانوا شغالين في الشركه، كانوا بيباتوا معانا ويعتصموا معانا في داخل الشركه من تحت. وكان ديت اول شراره للمظاهرات بحالها. بعد كده رحنا هناك في ميدان داخل الشركه اسمه ميدان طلعت حرب دوت، قعدنا فيه اكتر من اسبوع متواصلين بنطلب باقاله رئيس مجلس اداره اللي هو اسمه محمود الجبالي دوت في 2006. بعد كده بدأنا في 2008 الإضراب الثاني على التوالي، وكانت برضو أول إضرابات في مصر بحالها. 2008 برضو اللي هو إضراب 6 إبريل اللي هو الشهير، اللي هو إضراب المحلة المصغر أو مصر المصغرة في كونها المحلة. وديت كانت أول شرارة لإسقاط محمد حسني مبارك وإسقاط النظام الفاسد كله، ومنها بدأ شرارة 25 يناير بالشباب. بتداول على الفيسبوك وبتداول المناشير اللي كانت بيننا وبين بعض الشركات وبين بعض الشباب الموجودين في مصر. بدأ هنا بقى في المحلة تعتبر أكبر مجزرة حصلت على مستوى التاريخ، وحصل منهم معتقلات كتير وضرب نار، وناس اتقتلت كتير بسبب طيش الحكومة، وناس يعني كل دوت بسبب لقمة العيش. وهو هنا في المحلة تعتبر أول صورة وقعت لمحمد حسني مبارك تعتبر كانت في المحلة، وأول صورة ينداس عليها بالجزم وينداس عليها بالرجول الشباب والنساء والصغير والكبير هو يعتبر من المحل. وتعتبر ديت يعني تاريخ عظيم جدا جدا، وتسجل في تاريخ المحله لان شباب المحله، لانه يعتبر اول ناس اسقطهم حسني مبارك من قبل ما يتم خلعه او قبل ما يخلع نفسه بالنسبه للرئاسه. احنا دلوقتي واقفين قدام الملابس ديت ملابس بتضم عمال كتير جدا شاركونا برضك. ورحنا قعدنا في ميدان طلعت حرب، وبعد كده طلعنا من البوابات، خدنا مسيره من قدام الاداره لحد بنزيون، منطقه اسمها بنزيون او الكوبري السفلي. وبعد كده الحكومه بدات تحاوطنا علشان ما نطلعش للشارع. كان املنا وكنا بنهدف كبير جدا جدا ان الحكومه تتظبط قبل ما الشراره الكبيره اللي هي بتاع 25 يناير تقوم. ولكن للاسف ان احنا تعودنا عن الحكومه المصريه ان هي فيها جزء كبير جدا جدا من السلبيه، ما بتلحقش الاحداث اللي قبل وقوعها، وقبل ما الخبر خلاص بقى في خبر كان تبدا تلحق الاحداث. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ولحكمه عنده ان قامت ثوره 25 يناير اسقطت الحكومه واسقطت النظام كله بحسني مبارك وباعوانه وباتباعه.